أول تعليق من أبو تريكة بعد فوز الأهلي على بلدية المحلة في اللحظات الأخيرة. الشاهد ماذا قال؟ ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق النجم المصري محمد أبو تريكة على فوز الأهلي على بلدية المحلة في الدقائق الأخيرة، وأدلى بتصريحات صحفية خاصة نقلتها الإذاعة القطرية منذ قليل. قال أبو تريكة: كلنا شفنا امبارح المباراة المثيرة اللي كانت بين الأهلي وبلدية المحلة، واللي انتهت بفوز مستحق للنادي الأهلي في اللحظات الأخيرة. أنا عندي بس رسالة عاوز أوجهها لمنظومة كرة القدم في مصر. حضراتكم عارفين إن المباراة هتكون صعبة وهيكون فيها ضغط جماهيري رهيب. ليه ما خدتوش بالكم من ده كله أثناء تعيين حكم المباراة؟ حضرتك جايب حكم صاعد علشان تشيله الليلة مثلا؟ يا جماعة لازم يبقى في احترافية أكتر من كده شوية في التعامل مع مثل هذه المباريات. وتابع أبو تريكة: بالنسبة للمباراة الأهلي عرف يكسب، وبمجهوده ومجهود لاعيبته داخل الملعب، وبالإصرار والروح اللي كلنا متعودين عليها من النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي. وإن شاء الله نشوف الروح دي والإصرار ده في نهائي أفريقيا أمام الترجي التونسي. وأعتقد إن في بعض اللعيبة هيكون ليها دور مؤثر مع الفرقة في الفترة اللي جاية، خاصة المهاجم الواعد وسام أبو علي الهداف الفلسطيني.